single day I'm gonna make something great. That's my way. Every single day I'm gonna make something great. That's my way. السلام عليكم شباب ورحمة الله وبركاته. معاكم محمد من قناة برنس كوكو. عندنا معاكم اليوم بانطباع عن جوجوتسو كايسين الموسم الثاني الحلقة 7. الصراحة كانت حلقة جميلة، يعني من ناحية، يعني من أكثر من ناحية إنه القتالات استمر القتال هذا. جمالية الألوان هاي راح ندخل بالتفاصيل بالحلقة ونشوف شنو بيها. في حلقة جوجوتسو هذه استمر قتال ماهيتو ضد موتا الذي يعني يستخدم الرجل الآلي ميكامارو. الصراحة كان القتال مستمر بينهم، لحظة لحظة يسقط ماهيتو ويطلع ما بيشي، وكذلك موتو. يعني قتال عنيف، يعني شفنا انه القتال ما شفنا من راح ينتصر بالنهاية، لأنه بالبداية يعني أقصد إنه هذا شو جاي يعني يتفوق عليه، لأنه هذا موتا أو ما أعرف اسمه كوكوشي موتا أو ميكامارو، طلعت طاقته يعني خرافية الصراحة. يعني ونشوف شنو خطته، شنو راح إنه هل هو ما أعرف يعني مات انتهى دوره لو لا، ما نفتهم. فشنا إنه قتال يعني محتد أو شلون نقول عنيف بيناتهم، يعني ما فهمنا مين راح ينتصر بالنهاية. يعني قتال عنيف، وكذلك مشاهد الأكشن جميلة. يعني عجبتني بهاي الحلقة كلش إنه تداخل الألوان مع طريقة التحريك أعطى جمالية الحلقة. أعطى جمالية الصراحة تشوفون يعني بالصور إنه الألوان شلون متداخلة. عجبتنا هذا التمازج بين الألوان، إنه شلون القتال بيناتهم حلو. يعني انه عجبتني بهاي الحلقة كلش انه داخل الألوان مع طريقة أعطت جمالية أكثر للحلقة. اتكلم عن موتا، انه نتكلم عن موتا هم بهاي الحلقة، انه شرط نصره هو جوجو ساتورو اللي يخبره بخطة شيبويا على مود يعني ياخذه بحمايته. فشفنا انه ما نعرف هو خانهم صدق لو عنده شي ثاني، لو جاي يقول انه يريد يخبرهم بخطة شيبويا، بس هو ما اعرف، هو يمكن يريد انه استفاد منهم انه على مود يبخوا جسده. انا هذا اللي فهمته، انه هذا يعطي جسده وكذا، بس ما فهمنا ايش راح يصير بالنهاية. لان نهاية القتال هذا انه حتى شكله بالنهاية انتهى لصالح ماهيتو، هذا ما يبدو حرفيا، يعني لانه ما فهمنا. لان بعدين شكلهم بدأوا بالتحرك بخطة شيبويا، لان قاموا يمشون يعني جيتو وماهيتو ويتحدثون، فما نعرف هل مات هذا ابو الرجل الآلي ميكامارو لو لا. هذا اللي ما نعرف حد الآن. لو معقولة جوجو كان يضرب هذا بشيبويا، لأن هسه راح نشوف شو راح يصير بخطة شيبويا، حيث انتقلنا إلى طوكيو تحديدا شيبويا، حيث شاهدنا عدة مشاهد. طبعا أولها احتفال الناس، ذول الناس العاديين يعني كانوا لابسين ومتنكرين بيوم القديسين أو هيك اسمه. بعدين انزل عليهم مثل الحاجب أو الذكرو أو الستار، حجزهم وين بمكان واحد. يعني ما ماتوا، هو الشعبان انه ماتوا ذول الناس، لا، لكن هم انحجزوا بمكان تقريبا واحد. وبعدين صارت تنقلات ثانية، يعني لما جماعتنا يعني الجوجوتسو مستعملين جوجوتسو أو يعني جماعتنا نانامي وغيرهم جوجو. شفنا حتى هذا يمكن أول مرة أشوفه، كان طالما قبل يمكن هو ما أعرف شو يصير من ماكين، هو من نفس العشرة الزينين، الرئيس الزينين أو شي. فشفناهم جاي يتحدثون عن هذا شنو راح يصير. فحسب ما ذكر هذا الشخص انه قال ان ذول ما مات، انا شفته من جهة ثانية ان هم انحجزوا مكان واحد تقريبا، حيث اجتمع الأغلب يعني للتصدي لأي شيء، وأكيد عارفين راح يبدي الآرك ونشوف شنو راح يصير. لأن بالأخير إذا تركزون وهو واضح يعني إنه جوجو إجا
اجى اخر واحد هو، وحتى طريقة الدخول يعني الضحك، انه ها اسف وكذا، تعرف جوجو يعني. بس راح نشوف يعني ايش راح يصير بهذا. بس الحلو بهاي الحلقة طاقة الصراحة الالوان والتحريك عجبني بالقتالات، اتمنى نشوفه اكثر، واكيد الارك راح يولع اكثر واكثر. طبعا تقييم الحلقة 9.5. لا، ما نكون بعدنا ما شايفين القتالات والارك شنو هذا يعني شرحه اكثر، فنعطيها 8.5 من 10. صراحة حلقة يعني جميلة. بس بعد لحد الان يعني الحلقات تكون مو بديش القوة النارية. اكيد هو تمهيد الارك يعني، بس هسه تقريبا من هسه دور الارك ما راح يتوقف يعني، قتالات اكثر اكثر، ونشوف شنو اللي راح يصير. جيتو وجوجو نتمنى نشوف نهايتهم يعني. حاب انه حتى اذا اكتب نظرية عنهم وكذا، بس اتمنى اشوف شنو راح يصير بالنهاية، لانهم اصدقاء وصاروا اعداء، فنشوف شنو النهاية مالتهم. هل انا ما متابع مانجا ما اعرف صراحة، وهل هذا الارك الاخير؟ ممكن سمعت الاخير او مو الاخير ما اعرف. فهذا كان عند شباب، اتمنى تدعمونا باللايك والاشتراك. القاكم في فيديو جديد، الى اللقاء.